معانا النهارده حدوته ل3 بنات صدقوا في الفكره بتاعتهم لغايه ما وصلوا بيت جبري زوار. احنا 3 اخوات بنات. مش عايزه ابدا البدايه دي يعني، بس احنا 3 اخوات بنات. فمره كنا قاعدين كده في اللي هو تعالوا نفتح بقى مشروع بط بقى ونعمل الحاجات دي. قليل قوي ان براند بيكون سبيشالايزد بس في الفورمال للستات. قبل ما نلونش الويب سايت كان عندنا 30,000 فولور والناس ما تعرفش احنا هنبيع ايه. هقول لك 5 حاجات كل واحده فيهم عايزاكي تديلي ليها ريت. تجربه شارك تانك اديها 1000 من 10. هنا دلوقتي ان انت هتاخدي معاكي شنطه الباج بتاعتك وهتحطي فيها كذا حاجه عشان تبداي بيها براند. هحط حاجه غريبه، احط ودن. دي ابسط جديده من بزنس في حكايه. معانا النهارده حدوته ل3 بنات صدقوا في الفكره بتاعتهم لغايه ما وصلوا بيت جبري زوار. معانا النهارده ليليان الماركتنج دايركتور في البراند. ازيك يا ليليان، عامله ايه؟ يا عاملين ايه؟ كله حلو، انت ايه الاخبار؟ انا مبسوطه قوي قوي ان انا معاكم. انا اكتر بجد عشان انا متخرجه من الكليه من اعلام القاهره. I'm proud يعني ان انا متخرجه من الكليه. فاول ما بعتوا لي على طول ان انتوا ده الجراديويشن بروجكت بتاعكم، فما فكرتش يعني ان انا اكون معاكم. احنا بجد متحمسين قوي، دي كمان برضو كانت من الحاجات اللي خلتني اللي هو اتمنى ان انت تيجي أيوة. وتبقي معانا. فبجد انا مبسوطه قوي. وعامه عايزين بقى نبدا الموضوع من الاول خالص. وقولي لي الاول، تحب اقول لك ليليان ولا ليلي؟ انا ليلي يعني، فاللي ليلي. انت عايزاه. ماشي. خلينا بقى نبدا الرحله بتاعتنا والقصه بتاعتنا ونعرف كده انتوا بداتوا اصلا المشروع بتاعكم ازاي وجابريز دي جت منين وايه انا قعدت الدنيا. فتره كده في حياتي كل ما حد يكلمني اقول له احنا 3 اخوات بنات. مش عايزه ابدا البدايه دي يعني، بس احنا 3 اخوات بنات. اوكي. احنا مره كنا قاعدين عادي، انا اختي ليديا عن باك جراوند يعني فاشن، ده كان دراستها في الكليه. ولولا باك جراوند اوبريشن، هي اصلا دكتور بس هي شغاله في الاوبريشنز يعني. فمره كنا قاعدين كده في اللي هو عارف القهوه دي اللي قاعدين فيها ايوه. تعالوا نفتح بقى مشروع بط بقى ونعمل الحاجات دي. طب يا جماعه بجد بقى، ما تيجوا نعمل بروجكت بقى، كفايه بقى نشتغل 9 ل 6 والحاجات دي فماشي يعني. بس ايه، برضو احنا لسه صغيرين وحاسين ان احنا دي حاجه كبيره وخطوه ورا خطوه قدام طب هنعمل ايه؟ طيب فكره. ليديا قالت لنا يا جماعه انا عندي معلومه ان في شورتج في فورمال وير في السوق وبتاع للستات مش الرجاله في 100 شارك في السوق بيبيعوا. انزلي وسط البلد هتلاقي ايه؟ هتلاقي الدنيا هناك صعبه يعني. بس للستات قليل قوي ان براند بيكون سبيشالايزد بس في الفورمال وير للستات. يعني لو هتخشي زارا هتلاقي فورمال وير بس هتلاقي بقى حاجات كتير يعني. طب يا جماعه ما تيجوا نجرب. طب ليه اصلا قعدنا بقى نواجه في الاول مشكله ان طب احنا عايزين نصنع كميات قليله عشان لو الموضوع باظ ما يبقاش خسرنا يعني وكده. نبقى بنجرب حتى برضو في الاول. فقاعدين بقى بندور على مصانع وقصص. طب لا احنا اقل حاجه بنعمل 1000 بيس اللي هو 1000 بيس ده كتير في السايز ده. انا هعملها ازاي دي يعني؟ لا انا عايزه اعمل 20 بيس يعني. شوف لي بقى القصه دي هتخلص ازاي. قعدنا ندور كتير قوي 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 لغايه ما خرجنا بجود دي ان احنا ايه، حد كان مصدق فينا ويلا وطبعا بس تكلفتهم كانت اعلى واحنا ما كانش عندنا مشكله يعني نتحمل التكلفه دي. بدانا سامبلينج وعملنا اول بيس وبعدين صورنا. كنا قاعدين بقى بنعمل الميتنج ساعتنا في كافيه، في اللي هو ايه، قاعدين بقى في اي حته في البيت في كافيه بتاع لغايه ما قررنا. طيب قعدنا 6 شهور بنفكر في الموضوع وبندرسه. طب هنعمل ده ازاي؟ طب هنعمل ايه في الماركتنج؟ طب هنعمل ايه في البرودكشن؟ طيب الحاجه دي لو ما اتباعتش هنعمل فيها ايه؟ قاعدين بنفكر في كل حاجه. طب السايكل بتاعت الحسابات، محدش فينا بيفهم في الحسابات قوي. فبدأنا نفكر في فادي اللي هو جوز لولا. طب فادي هيكون معانا وهيساعدنا. قال لنا ماشي انا هساعدكم بس انا مش هشارك معاكم يعني. أنا لسه كانش في الاول مصدق قوي فينا يعني، مش واثق لسه. يعني انا هساعدكم في اللي انتوا عايزينه بس انا مش قوي يعني. طيب وبعدين بقى لما شاف الباشن بتاعنا فعلا، لا طب خلاص انا مصدق وانا هحط الفلوس ولو خسرنا انا هعتبر الفلوس دي وقعت مني وما عنديش مشكله. وده كان اكبر سبورت لينا ان خلاص يعني انت مش تاخدي فند من البنك، فانت لو خسرتي انت مضطره ترجعيه. انا لو خسرت انا جاي بجرب يعني، فحد ايه هيجرب معايا؟ هو طمنكم بقى فقشطه بالظبط. خلاص انتوا لو حتى الويب سايت عايزه اقول لك هو اللي عمله يعني، اتعلم وذاكر ومش عارفه ايه. واحنا قلنا هنعمل احنا كل حاجه، مفيش موظفين غيرنا وهنجرب نشوف الموضوع هيمشي ازاي. اوكي. ففي الاول انا كنت بقنعهم يا جماعه نعمل ستوري تيلينج.
ليديا بقى عشان باك جراوند فاشن، فهي عايزه بقى تعمل ايه جراد يبقى ارتستيك، والموديل أيوة. واقفه عامله كده وانا عامله ليديا الحاجات دي شكلها حلو بس مش هتجيب لنا، مش معانا. هتجيب يعني. فايه خلينا نجرب، لا انا مش مقتنعه، انا عايزه شكل معين للبراند بتاعتي، انا عايزه مش عارفه ايه، هنا لهنا لهنا. فخلاص قررنا ان احنا هنبدا ستوري تيلينج وايه ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. اوكي. عملنا الاكونت بتاعنا قبل يعني شهر قبل ما ننزل، قبل ما الويب سايت، قبل ما نلونش الويب سايت يعني. اوكي. وبدانا نقول للناس بقى احنا مين، يعني محدش مهتم اصلا، احنا قلنا ايه هنجيب 300 لايك 300 فيو و2 لايك اللي هو ماما واخواتي وبس خلاص. فبدانا نعمل فيديو بنقول ايه ان احنا خايفين ان احنا نخسر بعض، احنا اخوات واحنا البوند بتاعتنا قويه قوي، بس احنا هنجرب نعمل بروجكت واحنا مين وكل واحده فينا بتعمل ايه وان شاء الله ربنا يكرم يعني. ايوه. فلقينا اول فيديو جاب فيوز كويسه، يومين نزلنا الفيديو اللي بعده الناس مهتمه، ويلا ايه ده فورمال وير، احنا بندور على الحاجات دي، احنا محتاجين بقى حد اخيرا يقول لنا هنعمل ايه فيها. طيب طب تحبوا نعمل لكم ايه، فيقولوا لنا افكار اكتر، طب مش عارفه ايه. لغايه ما قبل ما ننزل، قبل ما نلونش الويب سايت كان عندنا 30,000 فولوور، والناس ما تعرفش احنا هنبيع ايه، احنا بنقول للناس احنا مين وبنعمل ده بقى اللي ادانا بوش قوي ان احنا اصلا عندنا بيز الناس مستنيه احنا هنعمل ايه. فاحنا قلنا بقى ايه، بدأنا بقى نخش في ليفل 2. احنا اول ما ننزل الدروب الجديده هتتنسف بالظبط. فاحنا بنفكر بقى في الريستوك، احنا عندنا بقى مصنع كان قبل العيد والمصانع هتاخد اجازه في العيد، فعمالين نفكر طب هنلحق طب مش هنلحق طب مش عارفه ايه. فعملنا نزلنا الويب سايت، وكنا بقى ما احنا مستنيين بقى ايه نسمع حاجه مشهوره قوي بين البيزنس اونرز اللي عندهم شوبيفاي، رنت الاوردر بتاعت شوبيفاي رنت كاش كده، فاحنا مستنيين بقى نسمع الرنه دي. فاول نص ساعه جالنا 3 اوردرات، فكنا ايه طايرين. وباقي اليوم تاني يوم تالت يوم اوردرين. قعدنا كده بقى ايه ده، ايه الهزار ده، وبالنسبه ل 30,000 راحوا فين؟ يا جماعه احنا الناس بقى عشان احنا كنا مش فاهمين قوي ان احنا عملنا داتا بيز بالفولورز كتيره، بس مش دول اكشلي الاودينس بتاعنا بالذات. احنا البرودكت بتاعتنا غاليه شويه لان احنا بنعمل فيها افورت كبير، واصلا التصنيع في ده غالي، واحنا اوريدي التصنيع وقتها كان عندنا اغلى من العادي لان احنا عاملين كميات قليله، فكان البرودكت بتاعتنا غالي. فلقينا بقى كاتيجوري كتير بتاع ايه ده انتوا بتهزروا، انتوا عاملين بليزر ب 2000 جنيه، ايه اللي انا عايزه بليزر بتاع 500 فعبسه فالناس اللي كانت عند الفولورز اكشلي مش هم دول الاودينس بتاعنا بالذات. فكملنا يعني بدأنا نكمل ونشوف اوردرز تيجي بس واحده واحده مش عارفه ايه، لغايه ما دخلنا في الصيف وعملنا برودكت. واحده من الكلاينتس قالت لنا ايه البليزر حلو قوي بس انا ينفع اشيل البطانه من جوه عشان ضيقه على دراعي. اوكي، فجت لكم من هنا الفكره. فراحت ليديا قالت لنا طب ما تيجوا يا جماعه نعمل بليزر من غير بطانه خالص، الصيف بقى والحر، ودي هتبقى فكره ان اي حد بيشتغل ومضطر يلبس بليزر كل يوم، ده هيبقى ايه يعني لايف سيفر بالنسبه لي. فطيب تعالوا نجرب، وعملنا بيبي بلو. اوكي. حتى واحنا بنصور ما جبناش موديل، دخلنا رحنا احنا استوديو واحد صاحبنا وليديا اللي صورته كانت هي اور موديل، ومسكنا بليزر احنا الثلاثه وقلنا في فيديو يا جماعه احنا عملنا بليزر من غير بطانه. ايوه عارفه الفيديو ده. يس ده كان اول حاجه بقى تنقل السيلز بتاعتنا في ان الناس ايه ده بجد اخيرا مش عارفه ايه. يعني هو موجود البليزر من غير بطانه موجود، بس مثلا في ماسيمو هتلاقيه مثلا ب 20,000 جنيه. اوكي. مفيش بقى في الايه في اللوكال براندز او الحاجات اللي اسعارها افوردبل موجوده. فبدانا نعمله ولقينا بقى ايه اوردرات بقى بهيوج يعني كبيره يعني قوي. فبدانا بعدها، انا حاسه انا طولت قوي في السؤال، خدت راحتي. لا ده انا عايزه اسمع قصه عامه كملي. عملنا بقى منه لون تاني، فلقينا الناس برضو مبسوطه ومش عارفه ايه، لون تالت اوكي جميل تحفه يلا كمان. فطب يا جماعه تيجوا نعمل بقى برودكت تاني يعمل كده قلق. فمن بدري اصلا انا وليديا انا عشان انا عندي ديفو معين في جسمي كده، فاي بنطلون فورمال بيبقى شكله عليا غريب، مع انا بحب شكل البانس اللي هي نازله ستريت. يس فانا يعني ليدي حاولت قبل كده تعمل لي كتير بنطلونات وبتطلع ايه مش ظابطه، فانا مبقاش كونفيدنت فيها فما بعرفش تلبسيش. فهي بقى عندها يعني
باك جراوند البنطلونات دي كلها فشلت ليه يعني، لغايه مره رحت جبت بنطلون قسته الفيت بتاعته كان من براند يعني جبته برقم وجبته برقم ده لان الفيت بتاعته عجباني فانا هشتريه لانه مش حسسني انا كونفيدنت يعني. فطب دي اخدته قلت طب تعالي نبص الباترون بتاعه فيه ايه، تعالي نظبط فيه كذا ونطول الحجر ونعمل مش عارفه ايه، نظبط الكسره مش عارفه تبقى كذا ونخلي مش عارفه ايه كذا، وعملنا اول بنطلون. ونظبط الماتيريال دي اصلا يعني بتستخدم في استخدامات تاني في البليزرات، احنا هناخدها ونحطها في البنطلون. واحنا في يعني عجبنا ومش عارفه ايه وكل حاجه، وبعدين بقى قعدنا نقيسه واصحابنا يقيسوه شكله حلو عليهم وعجبنا قوي وكده لغايه ما عملنا الشوت. فوانا في الشوت قعدت طول اليوم ببص على البنطلون، في الاخر لقيته ما اتكسرش. قلت لها دي هي البنطلون ما بيكسرش؟ فقالت لي شكله كده ما بيكسرش يعني احنا اصلا ما كانش يعني احنا يعني دي من اكتر حاجات اللي الناس بتجيب بنطلون عن بتاعنا عشان ما بيكسرش، وانا طول اليوم في الشغل وقاعده او بانكر او وات ايفر. قالت لي شكله ما بيكسرش. وبعدين بعدها بشويه قالت لي هو انا بطني مش باينه في البنطلون عندي، انا حاسه عندي بطن وانا بطني مش باينه في البنطلون. وديتوها فين؟ تقولي لا شكلها كده مش باينه ولا ايه. فقلت لها انا هجرب اعمل حاجه. فعملت الريل اللي احنا عملنا بنطلون. قبلها قبل ما نعمل ده عملت تيزر بقول للناس فيه ان احنا عندنا مشكله يا جماعه، هو انا مش لاقي بنطلون فورمال كويس. ايوه. انا لازم اي بنطلون اجيبه يعدي على الترز، لان انا طويله قوي، انا وليدي طوال قوي. فالبنطلون قصير لو حلو فهو قصير، لو مش قصير فهو من عند الحجر معبد او عامل لي بطن او شيب مش حلو او مش عارفه ايه. فلقينا بقى ناس كتير قوي بيعانوا، قلنا يا جماعه احنا عملنا احنا عندنا براند، ما نعمل بنطلون، بنفكر نعمل بنطلون، قولوا لنا رايكم ايه. أيوة. فلقينا بقى ناس كلها عندهم نفس المشكله بجد، عندهم نفس المشكله. طب يا جماعه نعمل بقى بنطلون. فاوريدي انا كنت مجهزه قوي ان قبل ما ننزل البانتس ان الناس مستنيه مننا حاجه. اوكي. فاول ما نزلت البانتس وقلت لهم يا جماعه بقى احنا عملنا بنطلون احلامكم، وان البنطلون ده ما بيكسرش، والبنطلون ده ما بيبينش البطن، البنطلون ده طويل والفيت بتاعته مظبوطه ومريحه ومش بيكرمش وكل الكلام ده. فانا عايزه اقول لك الناس لسه ما عندهاش ثقه فينا قوي، ما جربتش البنطلون عندنا قبل كده. فالناس بتشتري، هجرب عادي، ما عجبنيش هرجعه مع الكورير او مش هستلمه اول كده. فاحنا قاعدين بقى حاطين ايدينا على قلبنا مستنيين. انا عايزه اقول لك ان انا في الاول كنت ببعت لواحد استلم وما استلمش، اعرف هو لو استلم عجبه ولا لا، او لو ما استلمش ما عجبوش. كان ايه مشكله؟ واحد انا كان عندي واتساب عندي، انت مش فاهمه يعني عامل ازاي حاجه يعني كل الناس بتطلب اكلمهم يعني. فانا قاعده حاطه ايدي على قلبي، اول واحد استلم فدخلت كلمتها تحفه، ايه الماتيريال دي، ايه الفيت ده، ايه مش عارفه ايه. استنى شويه كمان تحفه. لقينا بقى الناس عماله تعمل ريفيوز، طب يا جماعه ننزل لهم كمان. فدي كانت اكبر بقى نقله في السيلز، واحنا حسينا اللي هو ايه ده، احنا بعنا بالارقام دي يا جماعه. جابريز اللي احنا من كام شهر بنقول احنا هنقفله ولا هنكمل ولا مش عارفه، احنا بعنا بالارقام دي. ايوه. فكانت دي البوش اللي بعدها يعني. طب انتوا اصلا الموضوع كله او السايكل كلها اخدت معاك وقت قد ايه؟ يعني انا حاسه انه انت حتى بتحكي كده الستوري تحس ان هي كلها فاهمه مربطه مع بعضها وكلها جت ورا بعض، بس اكشلي الموضوع اخد معاكم مثلا وقت قد ايه للتظبيط؟ وقبل اللانشنج قعدتوا قد ايه؟ بصي احنا في شهر 6 الجاي هنبدا، احنا بدأنا الويب سايت يوم 23/6. اوكي. في شهر 6 هيبقى بقالنا سنه. تحفه. فاحنا قبل في الفكره قعدنا في البروسيس بتاعت الفكره والتظبيطات 6 شهور بنفكر هنعمل ايه في كل حاجه. واخدنا شهر على السوشيال ميديا بنجهز الناس احنا مين قبل ما نلونش الويب سايت بتاعنا. على فكره بجد الحاجات دي اللي انتوا عملتوها بجد والله نفعت معاكم قوي. يعني فكره ان انت تبني وتعملي بيز الاول وتخلي الناس تبقى اكسايتد، انا عايزه اعرف انتوا بتتكلموا على ايه او هتعملوا ايه، طب ايه المفاجاه او كده. بجد ده كان بتهيألي من الاسباب الكبيره قوي اللي علت الدنيا معاكم. يمكن زي ما انت قلتي مش كله كان هيجوا ان انا يلا هطلب دلوقتي، بس على الاقل هم مهتمين، عندهم هم بوتنشال يعني بالنسبه لكم. طب خلينا بقى ايه نفك اكتر مننا كلنا جينزي دلوقتي. تعالي نلعب لعبه. يلا بينا. هقول لك 5 حاجات، كل واحده فيهم عايزاكي تديلي ليها ريت. يعني زي مثلا طبعا الموضوع ريليتد كله بالبزنس، وان انت يعني انت هتبداي البزنس بتاعك وكده، فال5 حاجات دول بالنسبه لك تديهم ريتنج قد ايه مثلا من 10 ان هم قد ايه مهمين. اوكي. ففكره مثلا انت يكون معاكم انفستر، تجربه شارك تانك اديها 1000 من 10. اوكي. فكره ان انتوا تنزلوا فاشن هاب لوكال يعني او كده. بصي احنا كان عندنا مشكله، الناس بتتخوف ان انا اجيبه ما يطلعش مظبوط. طيب هرجعه لك، لا انا عايزه اقيسه والكورير موجود. ايوه. طيب ما الكورير مش هينفع يستنى، لا ما خلاص مش هشتري يعني. بالظبط يعني. فطول الوقت كان عندنا المشكله دي لغايه ما بقينا موجودين في لوكالي. اكشلي الفتره الجايه نبقى موجودين في كذا حته تاني.
الناس خلاص بقى انت عايزه تجربي خشي قيسي بقى براحتك، هتلاقينا موجودين احنا اون جراوند. خشي قيسي وجربي واطلبي من على الويب سايت لو عايزه، او اشتري من مكان. فالناس بقى مطمنه ان انا في حاجه اقدر ارجع لها، اقدر اشوف. فده اكسبيرينس 9 من 10. حلو تحفه. طيب فكره مثلا ان انتوا لو كملنا اكتر في حته بتاعه الاونلاين، مثلا انتوا يبقى ليكوا حاجات على امازون او حاجه زي كده، انتوا تحبوا الموضوع ده ولا لا فاكس يبقى مثلا هو بس الويب سايت بتاعكم بس؟ بصي احنا لسه يعني ما جربناش حاجه زي كده قوي يعني، بس فكرنا فيها. بس احنا حاليا بنعاني من مشكله الستوك، ان احنا البرودكشن بتاعنا بيكبر، فلسه مش عارفين قوي نغطي الويب سايت بتاعنا واللوكالي بتاع لسه يعني. فمحتاجين نكبر البرودكشن اكتر، نبقى يعني يسمح ان احنا نكون موجودين على حته تاني. احنا دلوقتي يا دوب كافيين الويب سايت بتاعنا، فاحنا لسه ما جربناش قوي التجربه دي يعني. بس حاسه ان في يوم من الايام واي نوت يعني ان احنا نكون موجودين في كل حته. واي نوت دي ممكن عادي تبقى برضه في مخططاتكم. ماشي. الحاجه الخامسه بقى اللي هقول لك عليها، لو فكره ان انتوا عامه تعملوا كولاب مع حد، يبقى فيه كولابوريشن. فيعني مثلا الفتره الاخيره كنتوا لسه منزلين انتوا بتعملوا كولابوريشن مع شان وكلاري وكده. فبرضه اديني عامه بريف كده عن الاكسبيرينس، عملتوا فيها ايه وانتوا حتى كنتوا مبسوطين بده؟ طب تكرروه تاني ولا لا؟ واديني برضه ليه ريتنج. خليني احكي لك عن فكره الكامبين اصلا. احنا كنا بنفكر في ايه واحنا بنعمل كده. احنا اول ما بدأنا احنا مصدقين قوي في ان احنا مش بس براند بنبيع فاشن، مش براند فاشن بنبيع لبس. احنا مصدقين ان احنا لينا دور في الومن امباورمنت. احنا حاسين ان احنا ومصدقين قوي في ده يعني. احنا كلنا مصدقين قوي في الستات وقد ايه ان الستات ممكن تطلع في ظروف صعبه جدا وبتعمل ما بيتعملش. والامهات واكشلي كمان ده شاربينه من ماما. احنا شفنا ماما قد ايه تعبت معانا، وكانت يعني اكتر حاجه سبورتيف في الدنيا طول الوقت، بتسبورت. حتى لو احنا عندنا امتحانات ما بتنامش، بتفضل سهرانه طول الليل. احنا 4 فمش 1 ولا 2، احنا 4 بتعمل كل ده معانا بدون. احنا كمان اعمارنا مختلفه، فمش مثلا خلاص بقى الكبار ركزت معاهم في الصغيرين، لا، لغايه ما انا اتخرجت. انا اصغر واحده في اخواتي، لغايه ما انا اتخرجت هي طول الوقت بتدي من قلبها. واكشلي مش مامتنا بس يعني، كل الامهات. فاحنا مصدقين قوي في الستات ففكرنا ان احنا نعمل حاجه للستات. فكره الكولاب جت من ان احنا عايزين ندلع الناس. احنا داخلين بقى ده بينك مارش فعايزين بقى ندلع الستات. بنعمل ايه؟ نديهم ديسكاونت كودز. ما عندنا ما هو قشطه يعني، كده بيشتروا. طيب نعمل لهم بقى حاجه من براندز هم بيحبوها يعني. مثلا نحط لهم سامبل، نحط لهم ديسكاونت كود، نحط لهم مش عارفه ايه سيشن يوجا. فقعدنا بقى ندور ونبعت لناس كتير ومش عارفه ايه بس كلاري وشان من اكتر يعني. احنا بعتنا لهم، جبت كونتاكت ليهم اول كول احنا جابري زوار احنا بنفكر نعمل كذا كذا كذا. كانوا سبورتيف بطريقه مش طبيعيه. حتى ما اللي هو ايه، طب مش هنفكر ونرد عليكم وبتاع، خالص 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 يعني كلاري وشان هم في حجمهم في السوق اكبر مننا طبعا. فالطبيعي ان هم يفكروا 2-3 نشوف يعني ده هيفيدنا ولا لا. بالعكس يعني الموضوع ما اخدش، البروسيس مشيت سريعه. طيب محتاجين مننا ايه؟ هنديكوا كذا، نديكوا اعداد كوانتيتيز براحتكم، ونديكوا فري سامبلز عشان تصوروها. فالكولابوريشن هما كانوا سبورتيف جدا. احنا انبسطنا قوي 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 في الكولابوريشن. شكرا شان وكلاري ونوي كانوا معانا برضو في شارك تانك، كانوا معانا برضو. فشكرا حقيقي يعني. اديها كام من 10؟ اديها 12 من 10. تحفه. يعني انتوا ممكن عامه برضو قريب مثلا لو في حاجه مثلا قريبه برضو زي حته شهر المرأة او كده، نلاقي مثلا كولابوريشن مع حد تاني طبعا 100% طبعا يس. احنا يعني دي انا بحس انها طول ما احنا احنا بنفكر في الموضوع بطريقه مختلفه، فان احنا مش براند لبس، احنا بنبيع لبس. لا، احنا عندنا كوميونتي الستات بالظبط. ان حد لما بيخش بيحس ان انا فعلا انا بشتري من براند، انا مش بيج على فيسبوك يعني. ايوه فاهمك. ماشي. طب احنا عامه اتكلمنا عن حته الستوري تيلينج وقد ايه هي بجد غيرت الماركتنج او شقلبته حرفيا، ولغايه دلوقتي لسه بيعمل ده. بس مثلا هاخد رايك في حاجه. طب انتوا ليه ما فكرتوش بالذات وانتوا بتبداوا ان انتوا تدخلوا في حته الماركتنج اللي هو مثلا تكلموا انفلونسر تديله مثلا برودكت بتاعكم وهو يلبس ويصوره ويدي ريفيو والكلام ده؟ يعني مثلا ما جربتوش الانفلونسر ماركتنج؟ جربناه عامه، بس احنا في الاول كان عندنا بوينت اوف فيو كده ان احنا الناس بقى عندها ادز بلوك، اللي هو انا شوف اعلان
اعلان عايز هم حاسين انا عايز يبيع لي، انا خلاص انا مش عايزه اشتري. فالناس عندها ادز بلوك، وكل الناس بتتكلم انفلونسرز على كل حاجه، اكل لبس مش عارفه، تلاقي كله بيعمل كل حاجه يعني. بالظبط. فاحنا كنا حابين الناس هم اللي يبقوا الانفلونسر بتاعنا، ان احنا ناخد الريفيوز بتاعتهم نحطها عندنا، والناس بقى بتبدا تترست. يعني ده جزء من التستمونيال، ان يا اما هيبقى اجيب انفلونسر او ممثل، يا اما بقى ناس عاديه زيهم او خبير او دكتور، يا اما ناس عاديه. احنا اخدنا الجزء ده في ان احنا انت بتشوف ريفيو واحد عادي زيك. واكشلي بعدها يعني احنا انا فاكره اول ما بدانا بعتنا لبلوجر كده يعني بتعمل فورمال وير، وقالت لنا الريت كارد بتاعي كذا، واحنا وقتها ما كناش نقدر ندفعه. اوكي. فبعدها مثلا ب4 شهور كده لقيناها عامله اوردر من الويب سايت. فبتقول لنا وبعت لنا ومش عارفه ايه وبتاع، انا عجبني قوي الاوردر، وراحت هي محطه لنا فيديو ريفيو من غير حتى ما تاخد فلوس يعني. فاحنا دلوقتي بقيت برضه الناس لو متابعينا هيلاقوا سيلبرتيز هم بيشتروا مننا من غير ما يخشوا يقولوا لنا انا كذا، لا بنلاقيهم عاملين عادي اوردر من على الويب سايت واستلموا في منتهى الهدوء. بس احنا بنقفش. فاحنا دلوقتي هم يعني ناس حابه تجربنا يعني. اوكي. طيب في عامه بوينت كمان انت كنت اتكلمتي فيها، او انتوا عامه كلكم اتكلمتوا في حته ايه، ان احنا كنا بنعمل كل حاجه بنفسنا وكنا ماشيين في الموضوع دوت، بعدين فجاه قررتوا احنا مش هنعمل كل حاجه بنفسنا. عكس الموضوع 180 درجه. طب ايه قصه الموضوع ده؟ بصي احنا كنا مصدقين قوي ان اكيد احنا احسن حد هيعمل الشغل ده، يعني ما هو ده شغلنا، ما حدش هيخاف على شغلنا قدنا، فاحنا اكيد احنا احسن حد هيعمله. لدرجه ان احنا كنا بنعمل باكينج للاوردرز احنا بنفسنا. فنقعد بقى كل يوم نسهر عند لولا في البيت لغايه الساعه الفجر بقى بنباك 60 اوردر ولا 80 اوردر في اليوم، ومش عارفه نطبع ايه ونحط إيه، لغايه ما بقينا ايه، حد يبقى طالب بليزر يروح له بنطلون، حد يبقى طالب مش عارفه ايه، حاجه بقى كده مهزله يعني. طب يا جماعه يعني ما ندي العيش لخبازه، يعني ما نشوف نعمل ايه في القصه دي. فروحنا بقى وير هاوس هم بيعملوا باكينج للاوردر وتراكنج نمبر لكل حاجه. فشوفنا بقى قد ايه الموضوع حلو وبروفيشنال مثلا اكتر. يس ومش هيحصل فيه غلطات يعني، او حتى لو حصل هيبقى اكيد اقل من الغلطات اللي احنا بنعملها. فبجد يعني احنا مصدقين في ان ادي العيش لخبازه، مش لازم احنا نفضل طول الوقت نعمل كل حاجه بنفسنا. في الاول هنعمل كده، مفيش بادجت ان احنا نجيب حد يعمل كل حاجه، بس وانس خلاص بقى احنا قادرين نعمل كده، لا يلا بقى نعلي الكواليتي بتاعت كل حاجه يعني. اوكي فاهماكي. طيب انا العب لعبه تانية. لو تخيلنا دلوقتي ان انتي هتاخدي معاكي شنطه الباج بتاعتك وهتحطي فيها كذا حاجه عشان تبداي بيها براند، كأنك لسه هتبداي من اول وجديد. ايه الحاجات الاساسيه اللي لازم تكون معاكي عشان تبداي اصلا البراند بتاعك؟ مثلا كورسز معينه، تيبس اند تريكس، سكيلز معينه، يعني لقطنا حاجات كده. اوكي هحط حاجه غريبه، احط ودن يا جماعه اسمعوا الناس قوي، دي اكتر حاجه مهمه. احنا اللي ودانا في حته تانية، بقينا جابريز وير عشان احنا بنسمع الناس، نشوف هم عايزين ايه وبنعمله. غير كده كمان اسمعوا بقى، مش من الناس اللي كاستمرز، اسمعوا النصايح. يعني احنا في فتره كده كنا سادين ودنا، احنا عارفين احنا بنعمل ايه، مش محتاجين نصايح من حد. بس لا، احنا محتاجين نصايح من حد، احنا بنتعلم لغايه دلوقتي، بنتعلم وهنجرب وهنغلط وهنتعلم. فلازم لازم 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 نسمع طول الوقت. احط ايه تاني؟ flexibility لازم يعني، دي حاجه مهمه قوي ان انا اكون فلكسبل. عامه انا وليديا ولولا وفادي كنا بنتخانق خلاص بقى هنخسر بعض يعني. احنا الموضوع مش جاي، لغايه ما بقينا بقى مصدقين ان كل واحد في حتته. خلاص انا بقيت واثقه في ليلي، فانا ايه مش هخش في حتتها قوي يعني. خلاص اللي انت شايفاه ممكن بس هننصح بعض او حاجه. بالظبط، انا واثقه في لولا فخلاص هي مع القصه دي. ليديا نفس الكلام. فان احنا بقينا خلاص بقى فلكسبل مع بعض يعني. احنا قادرين وجهة نظر بعض نصدقها ونثق في بعض، وخلاص اللي انت شايفاه وكده. فدي حاجه مهمه قوي قوي قوي. ايه تاني؟ هحط استراتيجي. لو انت مش شايفه الخطوه جايه فيها ايه، يبقى في مشكله. انت مش عارفه هتعملي ايه تسبقي بيه اللي موجود. يعني احنا ممكن ننام ونصحى في اي يوم نلاقي حد بيعمل البرودكتس اللي احنا بنعملها. فانت لو مش عارفه الخطوه جايه هتعملي ايه، هتسبقي فيه السوق، يبقى في مشكله. فاحنا طول الوقت بنخلص ده وبنحضر حاجه جديده، بنخلص شعر خلص هنا واجيلك يعني. ف لازم يكون في استراتيجي ماشيه عليها، فوكس، لازم يكون في هدف انت عارفاه بتوضحيه طول الوقت. احنا البراند بتاعتنا هدفها تمكين المرأة، احنا لازم طول الوقت نفوكس على ده. احنا البراند بتاعتنا
عايزين نركز فيها في مسج معينه، ان احنا اول فورمال وير براند بيعمل فورمال وير بس، فاحنا عايزين نهايلايت المسج دي ونفضل نقولها طول الوقت، لان الناس دي اول حاجه احنا عايزاها تيجي في دماغهم لما نقول جابريز وير، ده اللي يجي في دماغهم. فلو احنا مش فوكسد هنتشتت، فلازم اوكي. طبعا عامه على الجمله بقى اللي انت قلتيها دي مهمه قوي، لخصت حاجات كتيره، بس فكره الاستراتيجي والفيجن بتاعتكم انتوا كده بجد من داي 1 كنتوا حاطين الموضوع ده حرفيا تو ذا بوينت كده قدام عينيكم. بس تخيلي مثلا جابريز كانت هتبقى فين دلوقتي لو من غير الاثنين دول في الاول؟ يعني لو انتوا ما حطيتوش من الاول الاستراتيجي بتاعتكم والفيجن صح، متخيله كانت هتبقى فين جابريز دلوقتي؟ انا عايزه اقول لك ان احنا واحنا خلاص في الاول خالص بنبدا وبنفكر مش عارفه ايه، فدي عمل لنا اكسل شيت كده قال احنا كل شهر المفروض نبيع بكام عشان نوصل في الاخر احنا اخر اول سنه نكون بايعين ب 33 مليون جنيه. فانا اقول له فيديو بطل بقى هزار يا فادي، بقول لك احنا عاملين 20 بيس ومش عارفين نبيعها ولا مش 33 مليون جنيه يا فيديو، مش الكلام ده، لان احنا الشهر ده المفروض نبيع بكذا، والشهر المفروض ده ندبل، وده مش هنبيع فيه قوي عشان دخلت رمضان، وده العيد بس المفروض نبيع فيه قوي. فكان حاطين كل حاجه هتحصل في السنه دي هنعمل فيها ايه. فالفيجن حاجه مهمه قوي قوي قوي. يعني طول ما انا مش شايفه انا عايزه اوصل لفين، انا البراند بتاعتي عايزه تبقى عايزه احطها فين، البوزيشننج بتاعها مش هتوصل لحاجه لو انت مش شايف. الناس هتشوف ازاي ده؟ يا اما بقى يعني في 100,000 مليون بيج على فيسبوك، انت هتبقى بيج ولا على انستجرام ولا فيسبوك، ولا تبقى عايز تبقى براند؟ اوكي. فيجن يعني حاجه ما ينفعش نستغنى عنها. اوكي. طب انت لو هتدي نصيحه بقى من حاجه انتوا غلطتوها هتبقى ايه لاي فاوندر اللي لسه عايز يبدا؟ هدي نصيحه ان يا جماعه، نصيحه غريبه جدا بس اغلطوا عادي. يعني ما احنا مش هنتعلم غير لما نغلط، وهنفضل طول الوقت نجلد نفسنا على الغلطه، او هنوقف او مش هنكمل، مش هنعمل حاجه. فاحنا ما اتعلمناش عادي. انا عملت ريلز وحشه جدا، ولما دلوقتي بشوفها بمسحها، يعني مسحتها عملتها في الاركايف كلها. فانا ما اتعلمتش ان انا اعمل فيديوز واعمل ستوري تيلينج واعمل فويس اوفر واعمل فكره والهوك ازاي تبقى صايعه وامتى مش عارفه ايه، وازاي اعمل كامبين فيها. كل ما انا غير لما عملتها غلطت وعملت حاجات بشعه مسحتها، يعني خلاص ما انا اتعلمت فيها يعني. فعادي نغلط. عارفه عامله زي ايه؟ سايقه عربيه على 200 والدنيا ضلمه، فهتاكلي مطب، هتخشي في نقره، هتتعلمي بعد كده. فاغلطوا عادي وابداوا، ما تخليش الغلطات دي توقفكم. طول ما احنا بنغلط هنتعلم وهنعرف نكمل يعني. فاحنا في الاول كنا حاسين ان احنا هنجلد ذاتنا بقى على كل غلطه بنعملها وعلى مش عارفه ايه. دلوقتي احنا متصالحين جدا مع يعني بنحاول ما نكررهاش يعني، بس متصالحين قوي مع غلطاتنا اللي احنا عملناها يعني. ده اللي خلتنا دلوقتي جابرز وخلينا قريبين للناس، واحنا بنطلع نقول للناس كده عادي. على فكره احنا فاكرين لما قلنا لكم مش عارفه ايه، انسوا بقى الكلام ده كان غلط، هنقول لكم حاجه جديده يعني. اوكي. طب عامه من النقطه دي خليني اخد اخر حاجه ممكن نقفل بيها. قولي لي موقف كان صعب حتى ان انتوا تتعاملوا معاه، لو انتوا حطيتوا فيه وامر واقع ان انتوا لازم تتعاملوا معاه بس مش عارفه اعمل ايه. الحلقه بتاعت شارك تانك، احنا كنا عاملين حسابنا ان هي هتنزل في اخر واحد، فاحنا عاملين حسابنا في الستوك ان احنا هيبقى جاهز. احنا طبعا عاملين حسابنا ان احنا هندبل الستوك عشان ايه؟ احنا متوقع يحصل هايب فالناس كتير تشتري مننا يعني. فاحنا عاملين حسابنا الستوك يبقى جاهز 31 يناير. فقالوا لنا الحلقه نازله 1 يناير. فاحنا بقى بقينا اعمل ايه يعني مش هينفع نخلي الحاجات اوت اوف ستوك يعني. بعد الهايب دي حاجات تبقى اوت اوف ستوك على البيج، على الويب سايت. طب هنقفلهم هنفتحهم، طب الاوردرز تتاخر، طب هنعمل ايه؟ طب القصه دي. فكنا ستريسد جدا جدا جدا، مش عارفين نعمل ايه. قررنا احنا نفتح كل حاجه على الويب سايت، وايه وان احنا هندي بقى الاوردرز هيوصل في خلال اسبوعين. اوكي. بنقول للناس كده يعني. وصل بدري خير وبركه يعني، وصل متاخر احنا مأمنين نفسنا يعني. قعدنا طبعا بقى انت مش فاهمه خدنا ايه كميه المشاكل اللي حصلت في ان كمان السكيل كبر فجاه، في ان احنا بقينا بدل ما كنا بنعمل اكس اوردرز بقينا نعمل 3 اكس. اوكي. فالسكيل كبر علينا واحنا بقى يعني ما كناش جاهزين بقى بناس شغاله معانا كتير. احنا بنعمل كل حاجه ومعانا كام حد بيساعدنا في حاجه. اوكي. كمان التايمنج جه فجاه فده لغط الدنيا كلها. فاحنا اتخضينا من السكيل وعملنا طبعا ناس كتير ضايقت مننا يعني مش عارفه ايه. بس بقى كل واحد بقى معاه ليست. انا وليديا ولولا، انا هكلم ال10 دول النهارده اللي اتضايقوا مننا اعتذر لهم، ولولا هتكلم مش عارفه ايه. فبقينا الناس متفاهمه قوي لما بيلاقوا حد ان احنا
فعلا احنا بنتعلم وان احنا مش عارفين، وان احنا في غلطنا وانا هصالحك والاوردر هيجيلك، انا هعمل لك ديسكاونت على مش عارفه ايه، وان انا كو فاوندر وبكلمك الناس اطيب من الطيوبه. مش فاهمه يعني. في مره ممكن احكي لك حاجه بقى. ايوه. في اوردر من ضمن الاوردرز اتاخرت كده ومش عارفه ايه، وكان في اوردر في اسكندريه. فمهم الاوردر اتاخر قوي عقبال، وراح مره غلط، فهو اصلا راح متاخر وراح غلط. فالكلاينت كانت طايقانه، فرحنا واحنا بنعمل لها بقى الاكسشينج. كانت ليديا في اسكندريه، فبعتت لها الاوردر باوبر مش تبع شركه الشحن. المهم يعني صدفه الاوبر ده كان قليل الذوق جدا وايه، وعمل مشكله معاها يعني، او مع مدير حاجه كده يعني، عمل كارثه. فهي بقى كانت مش طايقانه يعني ايه. احنا بقى انا بسكرول كده عادي على تيك توك، لقيت ريل بتقول جابري زوير، فانا بقى مستنيه اسمع كلام حلو زي ما دايما بسمع. دي اوحش اكسبيرينس انا خدتها في حياتي. بوم. فاللي هو انا اتعدلت كده، وعارفه لما تحسي انك دم اتسحب منك فجاه، ايه ده، ايه اللي حصل فيه، ايه احنا عملنا ايه. قعدت بقى اشوف فيديو طويل، متضايقه مننا قوي قوي اللي بتحكي المشكله. هي فعلا كان معاها حق تتضايق يعني. حصل كذا 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 ومش عارفه ايه. وببص على الكومنتس لقيت الناس بتدافع عننا، والناس بتقول لها ايه ده بجد، انا كنت بفكر اطلب منهم، خلاص مش هطلب. فانا لا ما تهزريش بقى، استني. المهم جبنا رقمها، لولا كلمتها على طول واعتذرت لها، وان معاكي حق، انا لو مكانك هعمل كده ومش عارفه ايه. وهي من قبل اصلا يعني، من قبل لولا تقول لها هاي ازيك عامله ايه كذا كذا، قالت لها انا هشيل الفيديو. هي كانت لطيفه قوي بصراحه. الفيديو كان جايب 100,000 فيو، فاللي هو انا بقول شيل الفيديو يعني، مش كده. فاعتذرنا لها وصالحناها وبعتنا لها جيفت. بعد ما شافت الاوردر الجديد بقى، لقيناها راح عندنا ريفيو، يا جماعه فاكرين بقى جابري زوير قلت لكم اشتروش من اشتروا بقى خلاص صالحوني يا جماعه. فالناس جميله بصراحه، ولما بتشوف فعلا ان في حد مهتم وبيعتذر وان ده غلطه غصب عننا بتتفهم. بجد بيقدروا ده قوي. وعشان كده بجد انت كان عندك حق قوي في حته ان انت خليتي ان الناس هي اللي تتكلم عنكم اكتر من ان انتوا تروحوا تعملوا ماركتنج مع اي انفلونسر. بجد تحفه، برافو عليكم. انا حقيقي اتبسطت قوي 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 النهارده. انا كمان اتبسطت قوي. وبجد اتمنى انه زي دلوقتي مثلا السنه الجايه تكونوا في ليفل اعلى كتير. يا ستي بقيتوا جلوبالي كمان. فبجد انا مبسوطه قوي بيكم. انا كمان مبسوطه قوي بالفكره بتاعتكم. انتوا شاطرين، وبجد اللي انتوا بتعملوه حلو، كملوا فيه. والكواليتي بتاعت الحاجه اللي انتوا بتعملوها بجد حلوه قوي. ميرسي والله. احنا اتبسطنا قوي 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 النهارده لوجودك. سلمنا على كل الفاوندرز اللي معاكي عامه. 3L. كده خلصت الابيسود بتاعتنا النهارده. استنونا في ابيسودز تانية كتير. سلام يا فاوندر.